في الفيديو ده هنشوف ازاي نعرف نحدد موقع صورة اتبعتت لنا ومكان الشارع ونوع الكاميرا ومعلومات تانية كتير. وطبعا قبل ما ابدأ الفيديو بخلي مسؤولية القناة والتيم تماما عن اي استخدام خاطئ للفيديو. هنستخدم الكالي لينكس وده الفيديو التاني في السلسلة. وفي الفيديو الاول اتكلمنا عن طريقة تحميل الكالي لينكس والتثبيت على الجهاز. الويب سايت اللي مفتوح على الشمال ده هو موقع تراي هاك مي، بينزل اسئلة واختبارات وانت بتحاول تحلها. وفي السؤال بيقول لنا using XF tool or any similar tool try to find where kidnappers took the image the attack. يعني بالعربي كده استخدم اداة XF tool او اي اداة مشابهة لمحاولة ايجاد مكان الخاطفين باستخدام الصورة. هنروح للكالي لينكس وهنستخدم اداة XF tool ونديها اسم الصورة، وطبعا لازم صيغتها تكون الجي بي جي. جاب لنا كل التفاصيل عن الصورة، تم التقاطها امتى، الموقع بتاعها والسايز اللي هو الحجم ونوع الاوبريتنج سيستم ونوع الكاميرا. من كل المعلومات دي احنا محتاجين مكان التقاط الصورة. هنا بقى عند خاصية الجي بي اس بوزيشن هناخد خط الطول والعرض كوبي ونفتح جوجل ماب ونعمل بيست. هنمسح بس ال3 حروف دول من هنا ودول كمان، انتر. وهنا بقى جاب لنا اسم الشارع اللي التقطت فيه الصورة. الشارع موجود في بريطانيا واسمه ميلك ستريت. هنروح للموقع ونكتب الإجابة ميلك ستريت، سبميت، وكده تمام. آخر سؤال بقى بيقول What is the model name used to take this photo؟ ايه نوع الكاميرا اللي تم استخدامها في التصوير؟ هنرجع تاني للأداة ونطلع فوق خالص، ندور كمان اهي كاميرا موديل نيم ونوعها كانون EOS RO. ناخده كوبي ونروح للموقع بيست، سبميت، كونجراتيوليشن. وبس كده نكون خلصنا. لو وصلت لحد هنا فاكتبوا لنا في التعليقات نحب نجرب ايه في الفيديو الجاي. سلام.